فيرونيكا، ماذا يجري في المستشفى؟ هل هناك من تفسير لهذا الاضطراب الغير عادي؟ هناك حالة من الهلع قد شاعت بين المرضى، وقد تأخرت شحنة الدواء التي ننتظرها لعلاجهم بسبب توقف حركة الملاحة في مجرى قناة السويس، وذلك بسبب شحوط تلك السفينة الضخمة، وأغلقت هذا المجرى الملاحي العالمي الهام. حكيم، صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. عرفت ايه اللي حصل النهارده؟ خير، ايه اللي حصل؟ في يا سيدي سفينة عملاقة انحرفت وجنحت وشحطت وهي بتمر في قناة السويس فقفلتها. وهيئة قناة السويس عملت ايه؟ انا عرفت ان هيئة قناة السويس بتعمل محاولات مستميتة علشان تحل المشكلة دي، لان المشكلة مش حكاية سفينة شحطت او اتعطلت، الموضوع اكبر من كده بكتير. وانت هتكبر الموضوع ليه؟ يا حكيم، المسألة بتمس سمعة قناة السويس في العالم، ده مجرى ملاحي بالغ الأهمية للعالم كله، بتمر فيه بضايع، أغذية، أسلحة، أدوية، مواد بترولية، أوروبا في أمس الحاجة إليها. في بضايع ممكن تفسد لو طالت مدة وجودها داخل الثلاجات، وفي أدوية وعلاج محتاجاها المستشفيات، وفي تجارة ممكن تصاب بالخسارة لو اتأخرت في تسليمها عن الميعاد، وبالتالي يحصل في الأسواق كساد. بس أنا شايفك جاي مزقطط وبتتنطط. ايه؟ انت مش زعلان ان حركة المراكب اتعطلت في القناة؟ أنا فرحان إن جات لي فرصة تانية أشارك في تنشيط حركة الملاحة في القناة وفي تعويم المركب اللي شحطت. وتشارك بايه ان شاء الله؟ الحفار بتاعي ده، الحفار الصغير بتاعك ده هيعوم السفينة العملاقة اللي شحطت وقفلت قناة السويس. وبلاش حياة أبوك تستهين بالحفار بتاعي. انت نسيت انه شارك في حفر القناة الجديدة؟ وهنروح بعيد ليه؟ هو السلاح اللي انتصر بيه المصريين في اكتوبر كان احدث ولا اقوى من السلاح اللي كان في ايد اليهود؟ المسألة يا حبيبي مسألة إرادة، مسألة عزيمة، مسألة إيمان وثقة بالله وبعبقرية العقلية المصرية.
شفت التريقة والهجوم اللي نزل علينا وعلى المصريين في السوشيال ميديا عشان محاولة تعويم السفينة اللي قفلت القناة؟ محدش مصدق ان المصريين هينجحوا في حل المشكلة الضخمة العويصة دي. يا سيدي ربك كبير قادر يوفقنا ونقدر نعوم المركب بعزيمة رجالتنا، بإصرارهم، بإيمانهم باللي خلقهم. قادر يوفقنا، يهدينا لحل المشكلة دي بالمعدات اللي في ايدينا من غير ما تأثر حملات تشكيكهم فينا. وهنعمل ايه في التريقة اللي مالية السوشيال ميديا دي؟ احنا مش هنبص ورانا، خلي اللي يقول. احنا شغلنا هو اللي هيتكلم عننا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله عملوها الرجالة. مبروك يا ناصر، مبروك يا مصر. الحمد لله، أخيرا ربنا نصرنا، أخيرا ربنا نصفنا. الحمد لله. خلي العالم يجي يشهد إن المصريين يقدروا إنهم يحولوا الحلم الحقيقة. يا ما أنت كريم يا رب. إيه رأيك يا حكيم في ثقة المصري بقدراته، بإيمانه؟ لو كنا تراجعنا أو توقفنا عن محاولات تعويم السفينة كان هيبقى شكلنا إيه قدام العالم؟ قال تعالى: نصر من الله وفتح قريب.